تخيل معايا إن في ماتش كورة ما بين فريقين، كل فريق فيه 11 لاعب. عايزين نشوف الفرق ما بين الفريقين دول، مش بس في متوسط الأعمار ولكن كمان في توزيع أعمار اللعيبة. عندنا الفريق الأول أعمار اللعيبة بتاعته هنخزنها في الليستة دي، والفريق التاني الأعمار بتاعت اللعيبة هنخزنها في ليستة تانية. لو حسبنا المتوسط لكل فريق هنلاقي طبعا إن المتوسط بيساوي مجموع الأعمار على عدد اللعيبة، يعني المتوسط بيساوي 25 سنة. ولو حسبنا للفريق التاني برضه هنلاقيه بيساوي 25 سنة، يعني متوسط الأعمار ثابت ما بين الفريقين. طيب تعال نحط أعمار كل فريق في تشارت بسيط علشان نشوف توزيع أعمار اللعيبة ونحاول نلاقي أي فرق ما بين الفريق الأول والفريق التاني. لو بصينا على الفريق الأول هتلاقي إن أغلب اللعيبة أعمارهم قريبة من المتوسط، يعني توزيع أعمار اللعيبة دي قريب جدا من المتوسط. على العكس في الفريق التاني هتلاقي إن أعمار اللعيبة متوزعة على نطاق أوسع شوية، يعني في فرق كبير نسبيا ما بين بعض الأعمار والمتوسط. الستاندرد ديفيشن هو المقياس أو الرقم اللي من خلاله بنقدر نعرف هل البيانات قريبة ولا بعيدة عن المتوسط. كل ما كان الرقم صغير ده معناه إن البيانات مركزة أو متمركزة حوالين المتوسط، وكل ما كان الرقم ده كبير ده معناه إن البيانات بعيدة أو متفرقة عن المتوسط. إذا لما أقول أنا عايز أعرف الستاندرد ديفيشن لمجموعة من الأرقام، يعني أنا عايز أعرف الأرقام دي توزيعها عامل إزاي، هل هم قريبين من المتوسط ولا متوزعين على نطاق كبير والأرقام بعيدة عن المتوسط. في مجموعة من الخطوات بنعملها علشان نقدر نحسب الستاندرد ديفيشن. تعال نشوف الطريقة المانيوال اللي بنحسب بيها الستاندرد ديفيشن الأول، بعد كده نشوف ازاي البانداز بتسهل علينا القصة دي كلها وبتحسب لنا الستاندرد ديفيشن. ولكن طبعا لازم نكون فاهمين هو ازاي الستاندرد ديفيشن بيتحسب، على الاقل معلومات بسيطه بس نفهم الفكره بتتم ازاي. الخطوه الاولى اللي بنعملها اننا طبعا هنحسب المتوسط او المين، هنجمع الارقام دي ونقسمهم على عددهم هيطلع لنا المتوسط اللي هو 25. الخطوه الثانيه هنحسب الديفيشن. يعني ايه الديفيشن؟ يعني هنحسب انحراف كل رقم عن المتوسط. يعني ايه الكلام ده؟ هناخد كل رقم من الليسته دي نطرح منه المتوسط والرقم اللي هيطلع هنربعه. الخطوة رقم 3 هنحسب المتوسط بتاع الأرقام دي، وفي الآخر الرقم اللي هيطلع هناخد الجذر التربيعي للرقم ده، هيطلع لنا الستاندرد ديفيشن للليستة دي اللي هيبقى تقريبا ب 74 من 100. لو كررنا نفس العملية للليستة التانية هتلاقي إن الستاندرد ديفيشن هيساوي تقريبا 5.78 من 100. طبعا واضح إن الفريق التاني الستاندرد ديفيشن بتاعه أكبر بكتير جدا من الفريق الأول. طيب تعال نبص على المعادلة الرياضية اللي بتوصف الستاندرد ديفيشن، بحيث لو شفتها في أي مكان تبقى فاهم إن هي دي المعادلة بتاعة الستاندرد ديفيشن. زي ما قلنا إحنا بناخد كل رقم في الليست بنطرح منه المتوسط وبعدين بنربع الناتج، وبعدين بنجيب المتوسط بتاعهم، يعني هنجمع الأرقام دي ونقسمهم على عددهم، وفي الآخر طبعا بناخد الجذر التربيعي للرقم ده. ممكن تلاقي نفس المعادلة دي في مكان تاني، ولكن هتلاقي بدل ما بنقسم على n اللي هو عدد الأرقام هتلاقيه بيقسم على n ناقص 1. جه منين ناقص 1 ده؟ بدون الدخول في إثبات رياضي مش هيفرق معانا دلوقتي. الفكرة إن الستاندرد ديفيشن فيه نوعين. النوع الأول بنسميه البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن. يعني ايه population؟ يعني لو انت عندك مجموعه من الارقام، مثلا 1000 رقم، مليون رقم، 100 مليون رقم، ايا كان عدد الارقام اللي انت بتتعامل معاها، انت لو حسبت الستاندرد ديفيشن على الارقام كلها ده معناه ان انت هنا بتطبق البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن. بتجيب الستاندرد ديفيشن بتاع الارقام كلها مهما كان حجمها كبير او صغير. في الحاله دي بنقسم على الان اللي هو عدد الارقام. ولكن في نوع تاني من الستاندرد ديفيشن اسمه السامبل ستاندرد ديفيشن. من اسمه كده انت ما بتجيبش الستاندرد ديفيشن للارقام كلها، ولكن بتاخد سامبل من الارقام وتطلع الستاندرد ديفيشن على السامبل ده بس، فوقتها بنسمي النوع ده سامبل ستاندرد ديفيشن، وفي الحاله دي بنقسم على n-1. طيب تعالى بقى نشوف البانداز ازاي بتساعدنا ان احنا نطلع الستاندرد ديفيشن من غير ما نمشي في المانوال كالكوليشنز اللي احنا عملناها دي. وبالمناسبه باي ديفولت البانداز بتستعمل السامبل ستاندرد ديفيشن، يعني بتقسم على n-1. طبعا هنشوف ازاي نعدل في البيهيفير بتاعها ونخليها تستعمل البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن بحيث نقسم على عدد الارقام كلها، او يعني نطلع الستاندرد ديفيشن لعدد الارقام كلها مش لسامبل او لجزء من الارقام.
تعال نروح للجوبيتر لاب ونشوف ازاي نطلع الستاندرد ديفيشن. طيب انا هنا دلوقتي فتحت الجوبيتر لاب، عملت طبعا اتنين ليست. الليست الاولى اسمها التيم 1، من خلالها طبعا بخزن اعمار الفريق الاول، والليست الثانيه سميتها تيم 2، بخزن فيها اعمار الفريق الثاني. تعال نشغل السيل دي، هقول شيفت انتر. تعال دلوقتي نحول كل ليست من دول لسيريز علشان نشتغل عليها ونطلع الستاندرد ديفيشن بتاعها. هاجي هنا كده واقول مثلا تيم 1 اندرسكور سيريز ايكوال البي دي. طبعا احنا عاملين امبورت للبانداز من الفيديوهات اللي فاتت، لو اخدت بالك هتلاقيني هنا عامل امبورت اوريدي للبانداز. فارجع تاني هنا كده واقول البي دي دوت سيريز وابعت لها الداتا، هقول الداتا ايكوال التيم 1 بالشكل ده. تعالى كده نطبعها، نقول التيم 1 سيريز، هي دي السيريز بتاع الفريق الاول او اعمار الفريق الاول. تعالى نكرر نفس الموضوع بالظبط للفريق الثاني. اجي هنا كده اقول تيم 2 سيريز وابعت لها هنا تيم 2. بعد كده برضو اجي اطبعها كده شيفت انتر، هتلاقي بالفعل طبعت لنا اعمار الفريق الثاني. فبقى عندي دلوقتي التيم 1 سيريز والتيم 2 سيريز. تعالى نشتغل الاول على التيم 1 سيريز، نطلع الستاندرد ديفيشن بتاع الارقام دي. هاجي هنا كده في السيل دي تيم 1 اندرسكور سيريز دوت، عندنا ميثود جاهزه اسمها الاس تي دي او الستاندرد ديفيشن. تعالى دلوقتي نعمل شيفت انتر، هتلاقيها مباشره طلعت لنا الستاندرد ديفيشن لاعمار الفريق الاول اللي هو تقريبا 77%. وهي ما تنساش زي ما قلت لك ان باي ديفولت البانداز بتعتمد او بتستعمل السامبل ستاندرد ديفيشن. طب انا عايز اخلي البانداز تستعمل البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن، عايزه تشتغل لي على الارقام كلها مش سامبل من الارقام. وقتها هحتاج هنا في الفانكشن ابعت لها ارجيومنت معين. تعالى ناخد كده الكلام ده كوبي ونيجي في سيل لوحدها كده، وهبعت هنا ارجيومنت للاس دي فانكشن اسمه الدي دي او اف، دي دي او اف، واقول ايكوال 0. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما اتعلمنا في الفيديو قبل كده، انا لو في حاجه معينه مش عارف بتشتغل ازاي او ناسي، هاجي على الحاجه دي واضغط عليها كليك، بعد كده شيفت تاب، فيجيب لي هنا كده السيجنتشر بتاع الفانكشن دي اللي اسمها الاس تي دي. هتلاقيها بتاخد منك بعض الارجيومنت، اللي يهمنا منها دلوقتي هو الدي دي او اف. هتلاقيه عباره عن انتجر والديفولت بتاعه 1. طب بيعمل ايه؟ تعالى ننزل تحت شويه كده، هتلاقي الدي دي او اف بيقول لك عباره عن انتجر والديفولت بتاعه 1. مبدئيا هو الدي دي او اف هو اختصار لدلتا ديجريز اوف فريدم، هو ده الارجيومنت اللي بيحدد البانداز هتستعمل البوبيوليشن ولا السامبل ستاندرد ديفيشن. باي ديفولت بواحد معناها انها هتقسم على n ماينس 1. n ماينس 1 هو ده السامبل ستاندرد ديفيشن زي ما شرحنا من شويه. طب انا مش عايزها تقسم على n ماينس 1، انا عايزها تقسم على n. وقتها ممكن نبعت القيمه بتاعه الدي دي او اف بزيرو، فده معناه انها هتقسم على n ماينس 0، يعني هتقسم على n، يعني هنستعمل البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن. وبالفعل هنا كده هاجي اقول الدي دي او اف ايكوال 0. لو جيت دلوقتي شغلت قلت شيفت انتر، هتلاقيها طلعت لنا نفس الرقم تقريبا اللي احنا حسبناها مع بعض بطريقه مانوال، اللي هو تقريبا 74 من 100. تعالى نطبق نفس الكلام على التيم 2، فاخد ده كده كوبي واقول تيم 2، التيم 2 سيريز دوت ستاندرد ديفيشن، خلينا الديفولت 1 اللي هي السامبل ستاندرد ديفيشن. هضغط على شيفت انتر، هتلاقيه بيحسبه لك 6.06. تعالى نستعمل البوبيوليشن برضو، نبعت لها الارجيومنت هنا دي دي او اف ايكوال 0. معناها كده ان انا بقول له اقسم لي على n ماينس 0، يعني اقسم لي على n، يعني البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن. تعالى نضغط على شيفت انتر، هتلاقيها حسبها لنا بالظبط تقريبا برضو زي ما احنا حسبناها بطريقه مانوال، اللي هي 5.78 من 100. كده شفنا البانداز ازاي بتسهل علينا جدا حسابات الستاندرد ديفيشن، ولكن طبعا كان مهم ان احنا نفهم ازاي الستاندرد ديفيشن اصلا بيشتغل قبل ما نستعمله جوه البانداز. طيب احنا لغايه دلوقتي زي ما انت شايف احنا بنتعامل مع السيريز بطريقه مانوال، يعني بكتب الداتا بنفسي زي ما انت شايف كده. خلينا بقى الفيديو الجاي نتعلم ازاي نقرا ملفات سي اس في، ازاي نحول كولوم معين من التيبل اللي احنا هنقراه لسيريز. هنشوف كل الكلام ده مع بعض الفيديو الجاي.